مفيش خلايا هتستقبل سكر هنا. تخيل انك ماشي على دايت وبتقلل اكل وبتعمل تمارين بس برضه الميزان ثابت او بينزل ببطء. السؤال هنا هل المشكله في الدايت ولا في جسمك نفسه؟ في ناس كتير بتعيش في نفس السيناريو وبيفتكروا انهم مش بيعملوا الدايت صح، بس الحقيقه ان في حاجه جوه جسمك ممكن تكون شغاله ضدك وانت مش حاسس، اسمها مقاومه الانسولين. ببساطه كده الانسولين ده هو عباره عن هرمون بيدخل السكر من الدم جوه الخلايا علشان يتحول لطاقه، لكن لما الجسم يبقى عنده مقاومه انسولين الخلايا دي ما بتسمعش الكلام، فالسكر بيفضل عالي في الدم والجسم بيرد بطريقه غريبه. السكر مش داخل الخلايا يبقى يتخزن. عايزك تاكل براحتك، أنا قاعد لك ومفيش أي حاجة هتتحرق هنا. وده بيعمل مشاكل زي خليه يجوع مهما ياكل مش هيشبع. مش المرادي يا جلوكوز، خليك بره. المقاومة ملهاش فايده، هتفضل برضو جعان. ودهون بتتخزن في البطن بشكل ملحوظ وخمول وتعب طول الوقت. يعني ببساطة انت مش بتفشل في الدايت، جسمك هو اللي مش بيستجيب بشكل طبيعي. المشكلة هنا ان في ناس كتير لما بتلاقي نفسها مش بتخس بيفضلوا يقللوا في الاكل اكتر واكتر، والحقيقة ان المشكلة هنا مش في كمية الاكل بس لكن في طريقة تعامل الجسم مع السكر. والخبر الحلو ان الحالة دي ممكن تتحسن جدا مع الوقت، وده بيحصل لما الجسم يرجع يستجيب تاني بشكل طبيعي للانسولين، بس ده محتاج فهم صح مش حرمان عشوائي. ولو استفدت بأي معلومة ما تنساش تتابعنا علشان تشوف الحلقات الجديدة.